مشاهدينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم من نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. الخدمات التعليميه في قلعلو تحقق نتائج مرضيه. تنظيم انشطه ثقافيه ورياضيه في هبرو. جهود للدفع ببرامج رعاية أسر الشهداء. الرئيس الفلسطيني محمود عباس ينتقد صفقة القرن أمام مجلس الأمن الدولي. الرئيس المالي يؤكد فتح قنوات للحوار مع الجهاديين. الرئيس الإيطالي يقول أن بلاده تواجه تهديدا وجوديا لانخفاض معدل المواليد. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. في إطار الاستثمار الجاري بقطاع التعليم في مناطق عساعيلة وإنجل وقلعلو وبردولي في مديرية قلعلو بإقليم شمال البحر الأحمر، شهدت خدمات التعليم في تلك المناطق مشاركة كبيرة في مائدة التعليم لتتطور من حين لآخر. وأوضح الأستاذ محمد حالو مدير مدرسة الشهيد محمد حبيب بأن حملات التوعية المنتظمة لتوسيع فهم المواطنين وتوفير المستلزمات الدراسية حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، وزادت من مساهمة الإناث في التعليم. وأشار الأستاذ محمد حالو إلى متانة العلاقات الثلاثية بين المعلمين والآباء والطلاب، موضحا بأن أبناء الرعاة الذين فاتتهم فرص التعليم في العمر المحدد أتيحت لهم فرصة مواصلة الدراسة وظلوا يحققون نتائج جيدة، فيما وصلت مشاركة الطالبات إلى مستوى متساوي مع الطلاب الذكور. وأشاد الأستاذ محمد حالو بالاهتمام الذي يبديه المعلمين الذين حصلوا على التعليم العالي في الكليات الجامعية، حيث أصبحوا نموذجا جيدا للمواطنين وأبرزوا نتائج الجهود الحكومية الجارية في القطاع التعليمي. اختتمت فعاليات الأسبوع الطلابي الثقافي والرياضي الذي استضافته بلدة عريتاي حاضرة مديرية هبرو، حيث شهد الأسبوع مشاركة طلابية وشبابية واسعة. وكان الهدف من الأسبوع الطلابي المنظم في الفترة من الأول وحتى الخامس من فبراير الجاري إبراز الميول الشبابية في المجالات الثقافية والفنية والرياضية، وعكس أنشطة المدارس ومشاركاتها الواسعة. وأفاد مراسل وكالة إيرينا بأن الأسبوع الطلابي الذي اشتمل على منافسات كرة القدم والطائرة وألعاب القوى والأغاني والقصائد الشعرية والموسيقى والدراما وغيرها من البرامج الشبابية نال رضا واستحسان الآباء. وأشار مدير مديرية هبرو السيد فتوي قبر مسغل إلى ضرورة المساهمة العالية للارتقاء بالمنافسات الثقافية والرياضية إلى أعلى المستويات، ودعا الشباب للمشاركة الفاعلة في المراحل التي تبرز مواهبهم وميولهم. وقد شاركت فرق ضواحي عريتاي وهبرو تسليم وهبرو سعداء وقرعوبل وفلفلة وفريق المركز الصحي لمديرية هبرو في منافسات الأسبوع الرياضي. وتوج فريق الأمل من ضاحية عريتاي بجائزة الأسبوع الطلابي. وفي الختام وزعت الجوائز على الفائزين من الجنسين على مستوى الأشخاص والفرق. وقدم مسؤول الثقافة والرياضة من مكتب التعليم في مديرية هبرو الأستاذ محمود علي شكره للذين ساهموا بفعالية في إنجاح البرنامج من الآباء والمؤسسات الحكومية، داعيا إلى تعزيز دور المجتمع المدني والشركاء في تحسين البنى التحتية الرياضية. دعا الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في إقليم شمال البحر الأحمر في إطار مناقشة خطة عمل عام 2020 للدفع بقوة ببرامج رعاية أسر الشهداء. وفي الاجتماع الذي نظم في مدينة مصوح حاضرة الإقليم ناقش المشاركون التقارير المقدمة بعمق، كما قدموا آراء ومقترحات بناءة من ضمنها القيام بالمتابعة الجيدة لأنشطة الاتحاد إبان التنفيذ وتعزيز التركيز على لجنة أصدقاء الشباب وتهيئة بيئة صلبة للشباب العامل من أجل تنفيذ أعمالهم بجدية ونشاط. وأوصى الاجتماع بضرورة العمل بقوة لإصلاح أوجه القصور، موضحا أهمية دور الاتحاد والشركاء في تمتين تأطيرات الشباب وإدارتها جيدا وتسيير مهام فاعلة ترسخ روح المنافسة. وألقى كل من سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هيلة والبرهان ورئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا كلمتين عبر فيهما عن أمنياتهما الكبيرة لتنفيذ الخطة الخمسية الاستراتيجية بالحفاظ على الإيجابيات الشبابية والدفع بها قدما. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا.
مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بخطاب أمام مجلس الأمن تناول فيه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها خطة ترامب بشأن الشرق الأوسط والمعروفة بصفقة القرن. وأكد عباس رفضه للخطة ووصفها بأنها تشبه الجبنة السويسرية ولا تحقق السيادة للشعب الفلسطيني. وقال عباس أنه بالرغم من رفضه للخطة الحالية إلا أنه لا زال مستعدا للتفاوض في حال وجد شريكا إسرائيليا، كما حذر الإسرائيليين من أن سياساتهم الحالية وانتهاج خطة ترامب لن يوفر لهم الأمان. وتعليقا على خطاب رئيس السلطة الفلسطينية، قال داني دانون سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة أن لعباس باعا طويلا في الخطابات المزدوجة على حد وصفه. كشف الرئيس المالي أبو بكر إبراهيم كيتا عن فتح قنوات للحوار مع الجهاديين بينهما القياديان أمادو كوفا وأياد قالي. وقال الرئيس المالي أبو بكر إبراهيم كيتا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي: نحن مستعدون لبناء جسور التواصل مع الجميع، في مرحلة ما سيكون علينا الجلوس حول الطاولة والتحدث، مضيفا أنه لا يوجد تناقض بين التحاور مع الجهاديين ومحاربة الإرهاب. كما أعلن أبو بكر إبراهيم كيتا أن قوات عسكرية مالية تسير نحو مدينة كيدال الواقعة شمال البلاد ولا تخضع كليا لسيطرة الحكومة. هذا ورغم إدراك الرئيس المالي أن الحوار مع الجهاديين ضروري، إلا أنه يعرف جيدا كما يقول ما هي نوايا محاوريه. قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا أن مستقبل بلاده مهدد بسبب انخفاض معدل المواليد، وذلك بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن عدد السكان تغلص مرة أخرى في عام 2019. وتعد الأزمة السكانية المتنامية في إيطاليا بسبب تراجع عدد المواليد وارتفاع متوسط العمر المتوقع أحد أسباب الركود المزمن للاقتصاد الراكد المزمن في حين يزداد الوضع سوءا. وذكرت الوكالة الوطنية للإحصاء أن عدد المواليد بلغ 435 ألفا العام الماضي، بانخفاض 5000 عن عام 2018، وهو أدنى مستوى تم تسجيله في إيطاليا. وانخفض إجمالي عدد سكان إيطاليا بشكل كبير مع زيادة مطردة في عدد المهاجرين والمواليد بين المهاجرين، مما ساعد ذلك على تعويض انخفاض معدل المواليد المحلي. اتهمت واشنطن قمرين صناعيين روسيين بتعقب قمر أمريكي مخصص للتجسس، فيما وصفته بأنه سلوك مقلق مما يستدعي ردا حذرا من قبل موسكو. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف تلقيه رسالة من واشنطن بشأن القمرين، مشيرا إلى أن موسكو سترد بعد دراستها. وقال الجنرال جون ريموند قائد القوى الفضائية الأمريكية الجديدة أن القمرين الروسيين شرعا بالقيام بمناورات باتجاه القمر الصناعي الأمريكي بعد وقت قصير من إطلاقهما في مدارهما في نوفمبر، إلى درجة أنهما اقتربا على مسافة 100 ميل منه. وتعد القوى الفضائية الأمريكية التي أنشئت في ديسمبر القوى الرسمية السادسة للولايات المتحدة الأمريكية بعد الجيش والقوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية وخفر السواحل. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.